مساء الخير اصدقائنا اصدقاء محامي الشارع، يا رب تكونوا بخير دايما. النهارده كلامي موجه للستات والبنات عموما. حبيتيه؟ ايوه انت ردي عليا. سمعك اغنيه قلبي حبك انتي؟ جابلك دبدوب في الفالنتين؟ سلمتي له نفسك؟ سابك وباعك عشان هو خاين وملوش امان؟ تعالي هنا وانا اقولك ازاي بيتم اثبات الزواج العرفي وكذلك اثبات النسب في قانون الاحوال الشخصيه. سلمت لي نفسي هتقولي مظلوم، من الحب محرومة هتقولي مظلومة، من الحب محرومة. ستات كتير زيي ما بيعملوا زيي. هتيجي تقولي لي كام سؤال وهجاوبك عليهم، بس نقراهم علشان كلامنا يكون كلام قانوني ومظبوط ومفيهوش غلطات. كيف يتم إثبات الزواج العرفي أو دعوى إثبات النسب؟ يمكن إثبات الزواج إما بشهادة الشهود، أو أن يقر الطرف الذي أنكر الزواج به، أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدي اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأديته. حضرتك هتيجي تسأليني هل تقبل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفي؟ هاجي أقول لك نعم. في حكم مشهور لمحكمة النقض بيقول لا يشترط في إثبات عقد الزواج العرفي في تقديم العقد ذاته، بل يكفي أن يثبت بالبينة وحصول المعاشرة الزوجية في ظله، باعتبار البينة الشرعية هي إحدى طرق الإثبات. كما أنه ليس بلازم أن يشهد الشهود بحضور مجلس العقد العرفي، بل يكفي بأن يشهدوا بعلمهم بحصوله، لأن الشهادة بالتسامع جائزة هنا بشرط ألا يصرح الشاهد في شهادته بلفظ أسمع. وده طبعا موجود في الطعن رقم 462 لسنة 64 قضائية جلسة 15/2 لسنة 2000. عايز اقول لك كلمتين مهمين جدا. خلي بالك من نفسك، حافظي على بيتك، حافظي على اهلك. مش اي حد يجي يقول لك كلمتين تسلمي له نفسك. السلام عليكم. غلطة مين انا ولا انت؟ غلطة مين؟ غلطة مين انا ولا انت؟ مين بعمين انا ولا انت؟ مين بعمين؟ مين بعمين انا ولا انت؟ مين الظالم مين مظلوم؟ مين عالتاني حقه يلوم؟ لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.